بصراحة ما كنتش عاوز أتكلم في الموضوع ده إلا بعد محاكمة المتهم وثبوت إدانته من عدمه، ولكن بشاعة الجريمة أجبرتني إن أنا أتكلم. تخيلوا مدرسة المفروض إنها أأمن مكان بعد البيت تتحول فجأة إلى مسرح جريمة بشعة. طفل بريء اسمه ياسين عمره 6 سنين مكانه الطبيعي يتعلم ويلعب، لكن بدل ده عاش كابوس ما يتنساش. ومجرم المفروض إن هو موظف كبير في السن، مش مراهق طائش ولا طفل جاهل، راجل راشد عارف كويس قوي بشاعة اللي بيعمله، يستغل سلطته ويستغل ضعف طفل ويعتدي عليه بأبشع طريقة. تخيلوا حجم الرعب اللي عاشه الطفل المسكين ده. مش بس اعتداء جسدي ونفسي، لا ده كمان كان بيهدده لو فتحت بقك هقتلك. والمصيبة الأكبر لما مديرة المدرسة تعرف تسكت. أسوأ من كده تختزل الجريمة البشعة في مشهد عبثي سخيف، تجيب عصاية وتخلي الطفل يضرب بها المجرم كأن كده الحق بيرجع لأصحابه. القصة هنا ما وقفتش. ياسين لما راح لوالده وحس بالأمان انفجر وحكى كل شيء. هنا الفضيحة انفجرت واتفتحت أبواب الجحيم. رشاوى تتعرض على الأسرة علشان يسكتهم، ولما الفلوس تفشل تيجي التهديدات، ولما التهديدات تفشل يحاولوا يقلبوها فتنة طائفية خسيسة. لكن أحب أفكر الكل إن المجرم مصري والضحية مصري، والعدالة ما بتسألش عن دين ولا لون ولا اسم. ده التقارير الطبية كانت صدمة، اعتداء كامل متكرر، تهتك جسيم مش مجرد حادثة عابرة. حق ياسين مش حق ياسين لوحده، ده حق كل طفل وكل أم وكل أب، حق مجتمع كامل لازم يقوم عشان يحمي ولاده. واحنا منتظرين محاكمة المتهم وكل من عاونه في جرمه، ومتأكدين ان العدالة هتنتصر، ومش هنسكت لان سكوتنا في حد ذاته جريمة. واخيرا احب انصح كل ام وكل اب يقرب من ولاده، ولازم يكون في بينهم ثقة وامان عشان لما يحصل اي موقف يجي يحكيه ونلحق المصايب قبل ما تقع. وربنا يحفظ اولادكم واولادنا.